فاهيتا الدجاج من أبسط وأسهل الأكلات يلي ممكن تعملوها بأي وقت، ما بتاخد أبدا وقت معكم. الطريقة، أنا هون عندي صدور دجاج نقعتهم قبل ب6 ساعات بمعلقة من زيت الزيتون ومعلقة من الليمون ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة ونص معلقة صغيرة من الملح وفلفل أسود وتوم بودرة وبصل بودرة، بخليهم منقوعين بالبراد ل6 ساعات. بعد بطلعهم بحط بالمقلاي معلقة من الزيت، بسقط عليها الدجاج وبقلي الدجاج من الجهتين حتى ياخد عندي لون. بس ينستوي عندي الدجاج بشيله من المقلاي، بنفس المقلاي راح أسقط بصل شرائح، بس أحس إنه دبل شوي عندي راح أسقط عليه فلفلة ملونة، وراح أسقط كمان كم حبة من الفطر، أنا كتير بحب نكهة الفطر معه. وبعد ما أحس إنه الخضار هون دبلت عندي راح أرجع أسقط الدجاج اللي موجود عندي. أنا هون ما ملحت لأنه الدجاج أصلا عندي مملح من التتبيلة تبعته. فيكم انتو بهاي الخطوة تدوقوا تشوفوا إذا بده ملح أو لا. هيك صارت الفاهيتا جاهزة، فيكم تقدموها بخبز التورتيلا أو السمون أو مثل ما هي تقدموها. صحة وألف